فمحمد إبراهيم كامل اللي هو صديق عمر السادات، واللي اشترك مع السادات في اغتيال أمين عثمان، واللي اشترك مع السادات في كامب ديفيد، واللي سافر مع السادات القدس، واللي ما خذلش السادات أبدا أبدا أبدا، لقى نفسه قبل التوقيع بيوم خلاص بكرة هنوقع، بكرة هنمضي على كل هذه الخيانات. لقى نفسه في أزمة وطنية وسياسية وأخلاقية ومهنية وإنسانية. لقى التاريخ هيوصمه بالعار بقية حياته. لقى إنه في مصيبة بتحصل وهو بيشتغل لها محلل. فقرر إنه يحاول محاولة ما بعد أخيرة، وراح للسادات يتكلم معاه في إنه اللي هنمضيه بكرة ده ما ينفعش. عايز أقرأ لك الفقرة دي زي ما هي في كتاب محمد إبراهيم كامل، زي ما هو كتبها. بيقول: راح للسادات وقال له بالظبط، كتب له حتى الكلام ده. بيقول محمد إبراهيم كامل: لقد اطلعت على المشروع الذي قدمه لك أمس الرئيس كارتر بإطار السلام الشامل الذي نستهدفه، والذي حددت معالمه، يعني أنت أنور السادات، بحق ووضوح في خطابك في الكنيسة الإسرائيلي عند زيارتك القدس. فالمشروع الأمريكي رسم الطريق إلى سلام كامل بين مصر وإسرائيل، مستقلا تماما عما يجري في الضفة الغربية وغزة، فلا رابطة بينهما تضمن التزامن بين حل مشكلة سيناء وحل المشكلة الفلسطينية وهي الأصل، وحل المشكلة الفلسطينية وهي الأصل من وجهة نظر محمد إبراهيم كامل. خلي بالك، وهي الأصل مش بس أخلاقيا، وهي الأصل سياسيا، وهي الأصل عسكريا، وهي الأصل أمنيا، وهي الأصل الذي يهدد الأمن القومي المصري ابتداء والأمن القومي العربي. فالراجل فاهم، أيام ما كان عندنا دبلوماسيين بيفهموا وفاهمين إن العركة دي عركتنا، مش خناقتنا زي ما بيصدروا لنا بقالهم 30 سنة، وللأسف الشديد صدقناهم لأننا ما قريناش. فبيقول له المشكلة الفلسطينية وهي الأصل، وستكون النتيجة أن ينتهي الأمر إلى معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل، فيما تبقى الضفة الغربية وغزة تحت قبضة إسرائيل تمارس فيها تخطيطها لضم هذه الأراضي في النهاية. ده بيقوله له قبل توقيع المعاهدة بيوم، قبل توقيع كامب ديفيد بيوم. شوف ده تصوره اللي حصل بعد كده بالحرف الواحد طول ال50 سنة اللي تالت الكلام ده. وبيقول له: إنك إذا وقعت على اتفاقية على أساس المشروع الأمريكي فسيكون حلا منفردا بكل المعايير، ولن ننجح في خداع أحد بغير ذلك. السادات بقى رد عليه وقال له: أنا أعلم ما أفعله وسأمضي في مبادرتي إلى النهاية. فقال له: إذن فاقبل استقالتي. فالسادات قال له: هقبلها، لكن بشرط إنك ما تعلنش عنها إلا لما نرجع مصر. هو عارف المبادرة وفاهم اللي احنا مش فاهمينه، واللي السياسيين مش فاهمينه، واللي العسكريين مش فاهمينه، واللي النخب السياسية مش فاهماه، واللي النخب الثقافية مش فاهماه، واللي مفيش حد فاهمه غيره. ما تسمعوش كلام حد غيري، أنا شايف اللي انتم مش فاهمينه، وأنا بصلح أخطاء كل اللي قبل مني. نفس اللغة، نفس المعجم، نفس الخطاب. احنا عايشين لحد النهاردة في دولة السادات. فطبيعي ان مبارك كان يجي امتداد له، وطبيعي ان كل الدبلوماسيين بتوع الصف الثاني اللي شاركوا في كامب ديفيد يبقوا هم على امتداد ال30 سنة بتوع مبارك وزراء خارجيته، احمد ماهر ومحمد نبيل العربي وعصمت عبد المجيد وعمرو موسى، كل دول كانوا معاه وشاركوا في القصة دي. وطبيعي انه محمد ابراهيم كامل يقدم استقالته، لانه من بقايا الزمن اللي كان الدبلوماسي فيه دبلوماسي والسياسي فيه سياسي، وكان فيه شيء اسمه شرف وطني، وكان فيه شيء اسمه شرف عسكري. كل ده ما قبل كامب ديفيد، كل ده اختفى، وبقى الرجال انجازت التسمية يختاروا بناء على كونهم ما عندهمش كل ده. فبقينا في الدولة اللي انتم شايفينها دي. ولذلك ليس مجازا ان انا اقول لك انها دولة كامب ديفيد.